ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اميره، وان شاء الله كده اللي ما يعرفنيش دي قناتي، وهنقدم مع بعض ان شاء الله وصفات حلوه جدا اقتصاديه، وكمان منيوهات وميزانيات، وكمان هنعمل مع بعض بقى معجنات وحاجات حلوه جدا جدا هتعجبكم. انا النهارده كده كان ناقصني حاجات في البيت، نزلت اشتريتها. اول حاجه كده جبت طماطم، لقيتها حلوه قوي في السوق. كانت الكيلو ب6.5. جبت كده 2 كيلو وربع ب15، وجبت كمان 2 كيلو بطاطس، فكانوا عاملين 2 كيلو بطاطس كانوا عاملين 15 جنيه. 2 كيلو بطاطس كانوا عاملين 30 جنيه. يا رب يا رب الحاجات ترخص. ال2 كيلو بطاطس كانوا عاملين 30 جنيه، الكيلو كان ب15 جنيه. تمام كده. الطماطم دي بقى يا جماعة هو اللي منقيها، يعني هو اللي معبيها لي، وحلوة قوي. هنعمل منها الغدا النهاردة، وهشيل منها في الباسكت بتاع التلاجة شوية، ولو فات حاجة هنحطهم كده ايه في الفريزر. تمام. والبطاطس دي حلوة قوي وحجمها حلو، علشان لو حبينا نحشي منها نعملها محشية، نعملها بقى مهروسة، نعملها أي حاجة يعني. هي تحمير أصلا وحلوة قوي. تعالوا بقى كده نكتب كده احنا جبنا ايه النهاردة، وايه الأسعار بتاعتنا، علشان اللي حابب يجيب يعني ينزل يجيب نفس الحاجات دي كده بالظبط ويمشي بيها. وهنعمل كمان معانا المنيو الأسبوعي. ان شاء الله ينزل يتوكل على الله كده ويجيب. انا اول حاجه كده كتبتها الطماطم، وكمان كتبت البطاطس زي ما قلت لكم، وجبت كمان نص كيلو بصل. كان عامل 16 جنيه نص كيلو. انا كان عندي في التربو مثلا حوالي اكتر من نص كيلو، فهو يا دوبك نص كيلو تاني عليه، حلو قوي زي الفل. كان ناقصني كمان رز، جبت كده نص كيلو كان عندي يعني، وقلت اكمل. جبت كمان ربع كيلو رز بسمتي، هنعمل بيه وصفه حلوه قوي ان شاء الله هتنزل لكم. ربع كيلو عامل 15 جنيه. جبت نص كيلو سميد بسبوسة ب12 جنيه، هنعمل برضو وصفة تحفة جدا. بسبوسة بس مش بسبوسة بتاعتنا، خليها مفاجأة وإن شاء الله هتعجبكم. كمان جبت ب10 جنيه فلفل أسمر حصى، وأنا بفرمه بشوحه وبفرمه في البيت. جبت ب5 جنيه كربونات، وكيس بيكنج باودر ب3 جنيه. تمام كده. تمام كده. جبت كمان هنا جبت حزمة جرجير بدون بقى الأكلة اللي احنا هنعملها النهاردة بجنيه. جبت كمان ده سلق، السلق اللي هو بتاع القلقاس، عشان جايبه قلقاس هوريهولكوا دلوقتي. جبت كده السلق والخضرة بتاعته، الشبت والكزبرة، كده عاملين 12 جنيه كلهم. جبت 3 سلق و2 كزبرة، الحزمة كانت ب3 جنيه. جبت كده واحدة كده قلقاس عاملة كيلو ونص، حاولي لما تجيبيها كلها كده على بعضها عشان تستوي سوا واحد. جبت كمان سبانخ، كانت الحزمة عاملة 4 جنيه، جبت 3 حزم، وجبت لها برضو حزمة الشبت وحزمة كزبرة. آه طبعا فيديو التفريزات هو طبعا نزل لكم. فحبيت انزل لكم يعني التفريزات الاول قبل الفيديو دوت، علشان بس اللي حابب ينزل يجيب حاجه، ولا حابب يجيب حاجه ويفرزها يلحق. تمام كده. تمام كده. جبت كمان فلفل رومي، لقيت الكيلو ب10 جنيه، والصراحه صابح واخضر وجميل. رحت جبت نص كيلو، بينفع قوي في التلاجة عندي. جبت نص كيلو ب5 جنيه. بصوا يا بنات، هو مش كله فيه العنقود اللي فوق دوت، يعني بصوا ده فيه وفيه مش فيه زي كده. بس الفلفلايه ناشفه جدا وخضره وصبحه. طبعا مش مشكله اللي فوق ديت، احنا كده كده بنشيلها بالسكينه، وكده كده بنشيل العنقود ونرميه، فمش مشكله خالص. تقدري بقى حضرتك كده تاخدي السوق من اوله لاخره كده، تدوري على الحاجه الحلوه النضيفه وكمان سعرها يبقى حلو، وجيبي منها. حلوه جدا. هاجي هنا في اللحوم، انا جبت نص كيلو لحمه مفرومه من كام يوم كده، عامل 110. الكيلو عامل 220. دي بلدي يا بنات. وكمان كان عندي من أول الشهر نص كيلو بانيه، هو كان كيلو، عملنا نص كيلو عملنا بيه وصفة، والنص الكيلو اللي نازلة برضو في القناة، ونص الكيلو التاني دوت هنعمل بيه وصفة مع رز البسمتي حلوة أوي إن شاء الله هتعجبكم. اللي جبته بقى النهاردة لما نزلت، جبت نص كيلو سجق. النص كيلو ده عامل 100 جنيه، كيلو كان عامل 200 جنيه. نص كيلو دوت هنقسمه على 2. هعمل مثلا طاجن مكرونة بالسجق، هعمل فطيرة بالسجق، هعمل مثلا بيتزا بالسجق، ممكن اعمل سندوتشات بالليل للولاد. يعني بصوا هو حلو قوي في البيت.
تقدري تجيبي نص كيلو وتخليه عندك في التلاجة، هتحتاجيه في اي حاجة يعني هيسد معاكي. هقسمه كده على طبقين، كل طبق حوالي ربع كيلو. حلو أوي، ربع كيلو على كيس مكرونة هيعمل لك طاجن مكرونة حلو أوي. والنص التاني الربع التاني يعني هنبقى نعمل بقى بيه فطيرة كده بالسجق، ايه ان شاء الله تعجبك وتطلع تحفة. كده اللحوم بتاعتنا بتاعت الأسبوع دول كده أكلتين، واللحمة المفرومة هتبقى أكلتين. ممكن تعملي ربع لحمة مفرومة اللي بتعمليه على صينية بطاطس بالصلصة، واللحمة المفرومة والرز تقعد معاكي يومين في الأسبوع، تبقى حلوة قوي. أنا لما بعملها بقى قاعدة يومين. هضيف لكم بقى كده في الميزانية حق اللحمة 110 وحق السجق، لكن مش هحط طبعا حق البانيه علشان أنا البانيه عندي. حابة انت بقى تجيبي نفس اللحوم بالظبط، يبقى هتضيفي كمان حق نص كيلو بانيه. تمام كده. تمام. هاجي هنا بقى جبت ايه في المنظفات، ده كيلو برسيل جيلي سايب ب6 جنيه، كيلو ب6 جنيه. بجيبه بقى بغسل بيه شربات الولاد، عباية، طرحة، آه تمسحي بيه، تصبني بسيراميك، تعملي بيه كل حاجة حلوة أوي الصراحة. وكمان هبقى أجيبه وأعمله معاكم خام في البيت تركيبة زي ما عملت معاكم الصابون بإذن الله كده، ودي بتطلع أحلى وأحلى كمان. الصابونة دي ب5 جنيه، جايباها عشان هبشرها على المسحوق. طبعا انتوا عرفتوا بقى الطريقة والخلطة. الكيس دوت بقى ب10 جنيه أوكسي، لأني هغسل طبعا المشايات الحمد لله يا رب. وديت السجاجيد المغسلة غسلتها وفاضي المشايات، فادعولي بقى كده اغسلها عشان انا بعمل الشقة، عشان عايزة افرشها بقى عشان الجو سقع الصراحة، وعايزة ادفي الدنيا كده. جبت كمان كيلو فل اوتوماتيك، ده ب25 جنيه. وكده دي كده كل المشتريات اللي احنا جبناها النهاردة عاملة 488 جنيه. انا ضفت لكم في المشتريات ديت نص كيلو جبنة قريش ب35 جنيه، لان انا بصوا دي بابانا جايب لنا كيلو جبنة قريش، فدي خارج الميزانية، بس عشان انا هعملها في المنيو، هعمل منها في المنيو، فضفت لك نص كيلو في المنيو ب35 جنيه. تمام كده. يبقى الإجمالي كله عامل 488 جنيه، قلنا من غير البتنجان ومن غير البانيه، عشان البتنجان ده كنا مشترينه في المشتريات اللي كانت أول الشهر، فخلاص جه وقته بقى وهنعمله. نيجي بقى للمنيو الجميل الاقتصادي العسل ده. هنعمل ايه أول يوم اللي هو النهاردة بقى؟ هعمل معاكم مسقعة، طاجن مسقعة حلو كده في الفرن، وجبنة قريش وجرجير وكابوتشي. تاني يوم هعمل كبسة بالفراخ وبطاطس محمرة، عملتها وصورتها وهبقى انزلها لكم بقى حلوة قوي. كشري مصري وسلطة خضراء، حاجة الكشري عندي ما جبتهاش. طاجن سجق، طاجن مكرونة بالسجق، بس انا نسيت اكتب مكرونة يا جماعة. وبطاطس بوري او طاجن سجق، طاجن سجق بالبطاطس بيبقى تحفة جدا في الفرن، هبقى اعمله مرة معاكم. فول بالطماطم ومش وخيار. انا لسه ما جبتش المش ولا جايبة خيار، لسه لما احتاج هبقى انزل، ممكن اغير رأيي واعمل حاجة تانية. ف جه هعمل بفتيك كداب ومكرونة بالصلصة وصينية جلاش بالجبنة القريش وبطاطس محمرة، عشان كده كتبت لكم نص كيلو جبنة قريش، ربع للوصفة اللي هنعملها النهاردة وهتعجبكم جدا ان شاء الله، وربع هنعمل بيه صينية الجلاش مع الإضافات بقى طبعا. الحلو بتاعنا صينية كيكة، أو صينية جلاش باللبن هنسقيها لبن، أو صينية بسيسة كده للفطار حلو قوي، أو رز بلبن اللي انت حباه بقى اعمليه للولاد. هعمل بقى دلوقتي مسقعة بقى كده، هقطع كده البتنجان بتاعنا. مش عارفة بقى طلع مبذر ده بقى من قعدته في التلاجة ولا ايه، مش عارفة، يعني والله بنقيه خفيف، والفتحة بتاعته اللي تحت دي بتبقى واسعة شوية عشان ميطلعش مبذر، بس هو عامة البتنجان بتاع الشتا مش حلو يعني. وأكلة زي الفل، وربنا يملى بيكم خير وبركة يا رب، اللهم آمين، ويسترها على الجميع يا رب. حاول كده أشيل شوية بذر كده من اللي فيه علشان بس ايه ما يبقاش مش حلو في الأكل. زي ما قلت لكم بصوا، شلت الحتة اللي فوق وهبدأ أقطع كده كام فلفلاية وخلاص، وهقطع كده كمان كام بطاطساية
انا بحب اعمل المسقعه بالبطاطس، عندي يوسف ابني بيحبها قوي بالبطاطس يعني. واحنا عامه هرش عليها رشه كده من الملح ورشه من الدقيق، تمام كده، واسيبها بقى شويه تنزل ميتها، وبعدين بقى نحمرها. قرنين فلفل حراق كده دول للزينه يا جماعه، للزينه ماشي. ديكور بس. هاجي هنا بقى، انا خدت الزيت بتاعي اللي كان في الطاسه بتاعت البطاطس، هقلي فيه بقى دلوقتي البطاطس، وكمان هقلي فيه البتنجان، وخلاص على كده. هو اساسا مش هيفيد حاجه عشان نشيلها ولا نرميها، يعني هو مش هيفيد منه حاجه. هقلي كده بقى البطاطس، تقطعها مكعبات صوابع براحتك، زي بقى زي ما انت عايزه. اهم حاجه بقى، انت قبل ما تنزلي السوق حاولي كده رتبي افكارك، وبيعملي منيو، شوفي ايه اللي ناقصك قبل ما تنزلي. بصي في التربو، بصي في ضرفه الخزين، هاتي اللي ناقصك يا جماعة، هاتوا اللي ناقصكم، بس هاتوا أساسيات البيت، احتياجاتك، عشان تحاولي تمشي نفسك وتدبري أمورك يعني. ربنا يا رب يعين الجميع يا رب، اللهم آمين. خدتي كمان معلقتين كده من الزيت اللي احنا بنقلي فيه، هنعمل بيه الصلصة، ومعلقة توم مفروم، وكده بقى ايه، وفرمتي كمان شوية طماطم، حوالي كوبايتين طماطم للصلصة بتاعت المسقعة. تشيها بقى كده بمعلقة خل وشمي الروايح، وبهدلي البوتاجاز براحتك زي ما انت عايزة يعني. بصوا مش قادرة اقول لكم، اليوم اللي بعمل فيه مسقعة ده ببقى شايلة هم البوتاجاز هو والسمك، السمك والمسقعة. خلاص كده هنحط لها التوابل بتاعتها، كمون وملح ورشة من السكر ورشة كزبرة، وخلاص على كده. اني مش عارفة التوابل راحت فين، ما جاتش. عايزة بقى احكي لكم على حاجة واقول لكم على حاجة بجد، يا ريت كل واحدة فينا بجد تعمل الفكرة ديت. احنا دلوقتي داخلين على شهر كريم، شهر رمضان، ربنا يبلغنا يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين. وكمان بعديه باذن الله العيد، فطبعا كلنا شايلين هم الخزين وشايلين هم اللبس العيد وكل الكلام دوت. طب انا عايزه اقول لكم على حاجه بجد والله، انا ماشيه عليها بقالي السنين 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 يعني، على طول تخلص اعملها. ايه هي بقى تخلص اعملها؟ الجمعيه. الجمعية يا بنات أحلى حاجة بجد تقدري تعمليها وتستفيدي منها. التحويش أنا ما بعرفش أحوش عن نفسي، في ناس ممكن تعرف تحوش تكسر قرش، بس إحنا دلوقتي داخلين على شهر وخلاص، شهر رمضان وخلاص، ما فيش وقت، وانتي محتاجة تجيبي حاجات في البيت. هتلمي جمعية 10 تنفور، تعمليها ب100 ب200 ب300 براحتك خالص، حسب ما انت هتلميها. لو ب100 جنيه هيبقى قبضها 1000 جنيه، لو ب200 هيبقى قبضها 2000، لو 300 جنيه يبقى قبضها 3000 جنيه. لو زودت الانفار خليتيها 20 نفر، طبعا الفلوس بتزيد، وانت اولى بالزيادة ديت. لو تقدري تلحقي تلميها لميها، وانت امسكيها، بس طبعا دخلي فيها ناس تبقي ضمنهم، عشان الا الجمعيات دي مسؤولية والتزام، مش اي حد تدخليه معاكي الجمعية. تمام كده. هعمل ايه؟ هتعملي طبعا هتقبضيها انت طبعا اول نفر، لان انت اللي ماسكاها. تبداي تقسمي الفلوس ديت، جزء تجيبي بيه خزين في البيت لرمضان ان شاء الله، والجزء التاني حاولي تجيبي بيه لبس للولاد، الا بقى لو يعني حبيتوا بس تزودوا حاجات بسيطه كده باباهم يعني، وجبت لهم ايه لبس. طيب الظروف ما تسمحش يا اميره، خلاص يبقى ايه، كل واحد على قده. اجيب ترنجات شيك، كل عيل من العيال ترنج كده شيك، عليه كوتش شيك، عليه مثلا آه كروست كده شيك، وخلاص وهيتقضى والعيل هيفرح والدنيا هتبقى تمام. يعني انا اخوات جوزي بيعملوا كده الصراحه، يجيبوا ترنجات شيك جدا على كروستات حلوه قوي، وبيجوا بيهم عند مامتهم، يروحوا بيهم عند جدتهم مثلا حماتها ولا حاجه، وبيتقضى اليومين التلاتة بتوع العيد، وفي نفس الوقت الولاد بيفرحوا والدنيا بتمشي والحمد لله. طيب طب هو مش هيكفيكي 1000 ولا 2000 لللبس؟ خلاص يبقى انتي حاولي بقى تظبطيها على ايه، على ان هي الفلوس تبقى بزيادة، يعني زودي الانفار وخلي الفلوس تبقى بزيادة. لو ب300 جنيه يعني 10 جنيه كل يوم، ولو 20 نفر هتبقى ب6000 جنيه. دي حلوة جدا، هتبقي مستريحة جدا جدا، وانت معاكي 6000 جنيه هتملي بيتك خير، هتجيبي للولاد لبس. وكده انا الصراحة بعملها على طول، منين ما بتخلص اعملها، اجيب ستاير، اجيب سجادة، اجيب مفارش للبيت، اجيب حاجة انا محتاجاها، اجيب ملايات سراير،
يعني بصوا، وانا اللي بعملها الصراحه، يعني انا اللي بدفعها، بدبر اموري من مصروف بيتي وبعملها، بس بخش على قدي، على قد ب100 ب200. اخر مره لسه كنت لماها بقى مع جيراني وحبايبي وولادهم وكده ب5 جنيه في اليوم. 5 جنيه في اليوم كنت بقبضها كل 10 ايام 1000 جنيه، كنت لماها 20 نفر، يعني في الشهر بقبضها 3 مرات. حلوة برضو. شوفي اللي يعجبك واللي يناسبك اعمليه. احنا لسه فاضل لنا اهو، ابدأيها من دلوقتي. انا لسه قايله الفكره دي لواحده حبيبتي صاحبتي وحبيبتي يعني، والحمد لله نفذتها. احنا عاملين جروب كده جميل، جروب عيلة منا مسعود، حلو جدا. ربنا يبارك فيها يا رب، يبارك في كل اخواتي اللي فيه، وعملوها وكل واحدة تاخده كده في الميعاد اللي هي محتاجاه. بصوا بقى المنظر، بصوا المنظر يا جماعة، بتتكلم عن نفسه. عندك معلقتين كده لحمة مفرومة دي فيهم، ما عندكيش هي كده زي الفل، هتنزليها شوية تحت، تحطيها شوية تحت الشواية وشوية من تحت وخلاص، تاخد اللون ده وطلعيها وبألف هنا وشفا. ويوم كده ويوم كده وهتعدي. تعالوا بقى اوريكم الأكلة دي بتاعت حماتي، ربنا يديها الصحة يا رب، كلنا بنحبها، الكبير والصغير وكل أحفادها الصراحة وكلنا. دي ايه؟ دي جبنة قريش بالبيض يا جماعة، مش عارفة اللي يعرفها يقول لي في التعليقات، واللي ما يعرفهاش يجربها وإن شاء الله هتعجبه. هنا حطيت معلقة سمنة، حطيت معاها بيضتين. حطي بقى براحتك، يعني دي أنا عشان هعملها لزوجي بس، عشان هو ملهوش في المسقعة بس بيعشقها يعني الأكلة دي. حمري البيض عادي، سويه عادي، وبعدين كده بقى مع قطعتين جبنة قريش مثلا، حطيهم، بس أهم حاجة تكوني مصفيهم كويس جدا جدا من المية. بصي ما فيهاش نقطة مية، أو تكوني لسه جايباها مثلا، حاولي تشطفيها وتروحي عصراها في ايدك كده، ما تبقيش نقعها طبعا في مية. أهم حاجة ميبقاش فيها مية. كسريها كده بقى ودعكيها كده مع البيض، ودخليها كده في البيض، ما تسيبهاش بس على النار كتير، يعني يا دوبك هما تقلبتين وهتبقى زي الفل معاكي. بصوا بقى، اعملوا بالله عليكم فكرة الجمعية دي، والله هتريحكم جدا وهتعجبك جدا جدا، بالذات اللي انت اللي ماسكاها، يعني بصي يا دوبك هتلميها وانت اللي هتاخديها. وبعد كده رتبي بقى امورك، يعني اللي داخل معاك نفرين يديله نفر قدام ونفر ورا، 3 اديله واحد قدام وواحد في النص وواحد ورا، وهكذا. وبس كده، انا طفيت النار خلاص، هما تقلبتين وطفيت النار، هوريكم دلوقتي اهو. ما تسيبهاش على النار كتير عشان ما تجلدش منك، وكمان تمط تبقى عامله زي الكاوتش كده، مش هتبقى حلوه خالص. جربوها ان شاء الله هتعجبكم، حلوه جدا. دوقي بقى الجبنه، لو الجبنه حادقه ما تحطيش ملح، حطي رشه بس فلفل اسود وخلاص. لو الدلع حطي رشه ملح ورشه فلفل اسود. انا هنا كانت الجبنه مظبوطه وحلوه، فحطيت فلفل اسود بس. حطي بقى كابوتشا، حطي خيار، حطي جرجير، ده الجرجير اللي احنا كنا جايبينه النهارده، الليفت ده انا كنت مخليلاه معاكم، واكله جميله وبالف هنا والشفا على قلبكم. انا بعشق اكل خيار جنب المسقعه، ما تسالونيش ازاي، في ناس كتيره بتستغربوا جنب الكشري، ف اللي بيعمل زي يقول لي يا جماعه، عشان ما احسش ان انا بعمل حاجات غريبه. بحب اكل خيار جنب المسقعه والكشري والمكرونه بالطماطم اللي هي بالصلصه. يا رب تكونوا استفدتوا النهارده باي معلومه، واحب اقول لكم وكل اخواتي شكرا يا جماعه، شكرا يا جماعه. ذا باور اوف ذا سوشيال ميديا. شيروا الفيديو ده يا جماعه، وما تنسوش الشير والسبسكرايب، وبلاش تفعلوا زر الجرس عشان ببقى نايم. شكرا.